أهلا بيكم يا أصدقائي مع دور ممتع للغاية، لعبة بين بطلنا الأمريكي كافاليك أمام الجراند ماستر الشهير جوفلد. وربما تذكر قول أندري فيليدور في القرن الثامن عشر: إن البيادق هي روح الشطرنج. وربما نتذكر دوره الخالد الرائع باسم الموناليزا في سلسلة الشطرنج الخالد، وقد وضعت رابطه في الديسكريبشن بأسفل. والآن هيا نرى الدور ونتعرف لماذا البيادق أفضل من القطع. جوفلد بالأبيض وبدأ E4 ورد كافاليك E5، نايت F3، نايت C6، بيشوب B5، الرايلوبز أو الطابق الأسباني. والأسود له أكتر من اختيار، منهم ال A6 وهو المشهور أو النايت F6، ولكن كافاليك اختار التفريع الشرس بيشوب C5، وده بيسمى دفاع كورديل أو الدفاع التقليدي، وهو دفاع شرس للغاية. وبعد C3 طالب الدي 4، وعادة الأسود بيرد بالنايت F6، ولكن الأسود اختار النقلة الشرسة F5، بيضحي بيدق في سبيل إبعاد البيدق الأبيض من المنتصف. لكن النقلة دي لها عدة عيوب، منها فتح الوتر الأبيض أمام الملك، وده بيسمى جنبيت كورديل، وثبت انه جنبيت ضعيف، لكن في ذلك الوقت كان جنبيت حديث، ولذلك هنعذر الطرفين لانهم لم يصلا لافضل نقلة في الموقف عدة مرات. فالابيض يستطيع الوصول للتفوق اما قبول الجنبيت، وبعد E4 طالب الحصان يستطيع لعب النقلة القوية D5، والابيض افضل بالتأكيد. ولكن جوفلد ما قبلش الجنبيت، انما لعب النقلة الاقوى D4، طالب الفيل وبيهاجم الوسط، والاسود اخد البيدق طالب الحصان. وهنا الابيض يستطيع الوصول للموقف الافضل باخذ الحصان، والاسود له اختيارين، اما اخذ الفيل، وهنا الحصان بياخد على الاي 5 وطالب الكوين H5 تشيك والابيض افضل، او لو اخد الحصان هياخد بالفيل ويبتعد عن الخطر، والفيل الاسود مطلوب والابيض افضل. ولكن جوفلد ما اخدش الحصان، انما لعب النقلة السيئة نايت G5، بيفتح للوزير بكش وفي نفس الوقت طالب البيدق. الاسود اولا تراجع بالفيل، وهنا الابيض لو اعطى الكش اولا الاسود هيدافع ببساطة بجي 6 والوزير لازم يتراجع، لكن الافضل ياخد البيدق. وافضل نقلة للاسود هي الدي 5 طالب الحصان، لكن بعد الكش بالوزير الاسود في مأزق، فلا يستطيع لعب الجي 6، وإلا هيسقط بيدق الاي 5 بتشيك ويفوز بالرخ، ولابد للملك من التحرك. وهنا الابيض بيكمل هجومه بنايت جي 5 طالب المات، ولابد للاسود من الدفاع، طالب ياخد البيدق ويكشف كش، لكن الابيض بيبيت ومعه المبادرة، فهو بيهدد بروك E1 ويفتح على الوزير. لكن جوفلد ما اخدش البيدق، انما لعب النقلة السيئة G5 طالب الحصان. جوفلد اختار هذه النقلة لانه بينصب فخ، فالحصان لو تراجع هيخسر وزيره بنايت E6، والوزير لا يستطيع التحرك ولا يستطيع اخذ الحصان لان البيدق مربوط على الملك، والابيض بيفوز. وبالطبع الاسود ليس ساذجا للتراجع بالحصان، ولكن يبدو ان جوفلد هو اللي وقع في الفخ، لان الاسود لعب نقلة قوية للغاية درجة الصعوبة 7. الاسود لعب E3، وبكده الابيض هو اللي وقع في الفخ، فالبيدق قطع الاتصال بين الفيل والحصان، ودلوقتي الحصان مطلوب،
وكذلك الاسود بيهدد بالاخذ على الاف 2 بتشيك والاسود افضل، ولذلك النقلة الوحيدة انه يتراجع بالحصان ليحمي البيدق، ومازال طالب حصان الاسود، لكن الاسود ترك الحصان ولعب نقلته الرائعة كوين اتش 4. طالب الحصان اللي لا يستطيع التراجع وإلا هيسقط بيدق الاف 2 بتشيك، وملك الابيض هيعاني كثيرا، ولذلك مجبر على لعب كوين اف 3 بيحمي الحصان وبيحمي البيدق. وهنا الاسود يستطيع الفوز باخذ بيدق الاف 2 بتشيك، وبعد الاخذ يلعب نايت اي 7 طالب بيدق الدي 4، والوزير بالطبع لا يستطيع الاخذ والا هيخسر الحصان بتشيك ويليها المات، والابيض حتى لو حماه هيلعب النايت اف 6 ويكثف الضغط على البيدق اللي لابد ان يسقط، والاسود هيزيد تفوقه المادي وربما في طريقه للفوز. ولكن الاسود ما اخدش على الاف 2، انما لعب النقلة الضعيفة نايت اف 6 طالب الحصان وكذلك طالب البيدق، والنقلة دي تعتبر كأنها طوق النجاة للابيض، وكمل نايت اف 6 تشيك، وبعد الاخذ الحصان مطلوب وجوفل الطماع اخده، لكن هذا الاخذ ربما كان السبب في خسارته، فهو يستطيع تكملة نقلاته القوية باخذ البيدق، وبعد التكسير يستطيع اخذ الفيل ويترك الفرصة للحصان للنجاة ويخرج بموقف متساوي ماديا ولا يشكو من شيء. ولكن بدلا من اخذ البيدق اخذ الحصان واصبح متفوق بقطعة امام بيدق، ومن هنا بدأت متاعبه، فالاسود اخذ على الاف 2 بتشيك، وده موقف مفصلي في الدور، فالملك له مربعين في الدور ذهب للدي 1، لكن الافضل كان الذهاب للاف 1، ورغم انها بتبدو نقلة سيئة لانه حبس الرخ، لكن الملك بيعرقل تقدم البيدق، وفي نفس الوقت وهو الاهم بيحمي بيدق الجي 2 اللي هيكون محور الاحداث بعد قليل. لكن جوفلد اختار الذهاب للدي 1، ودي تبدو نقلة منطقية، فالملك في طريقه للهرب، وايضا بيسمح للرخ بالتحرك للاف 1 لعرقلة البيدق، لكن عيب هذه النقلة انه لا يحمي بيدق الجي 2، وحنرى تأثير ذلك. الاسود بدأ باخذ بيدق السي 6 طالب الفيل، لكن طلبه الرئيسي هو البيشوب جي 4 ويربط الوزير على الملك، ولذلك الفيل تراجع وبيمنع المربع، وهنا لعب بيشوب اي 6 بيحرر الرخ للذهاب للدي 1 بتشيك، وايضا بيهدد بالبيشوب دي 5 طالب الوزير، وراه بيدق الجي 2 اللي هيكون مشكلة بعد قليل، والابيض انتهز الفرصة ولعب كوين اتش 5 تشيك، ولابد من التكسير، والابيض اخذ بتشيك، ويبدو انه تخلص من عبء شديد، فالوزير اختفى من الرقعة، لكن بعد كينج دي 7 ظهر الموقف جليا وواضحا. الرخين اصبحوا احرار، الرخ الاول هيذهب للجي 8 لطلب الجي 2، والرخ الثاني هيذهب للعمود دي بتشيك، بينما الفيل بيهدد ببيشوب سي 4 ويسيطر على مربع الترقية وطالب تقديم البيدق، بينما البيادق السوداء مستعدة في الخلف للتقدم للأمام لتدعيم بيدق الانتصار، بينما الأبيض رخه محبوس، وأيضا قطع جناح الوزير ما زالت في أماكنها الابتدائية، والأسود بالطبع أفضل كثيرا، رغم أنه الحصان أصبح أمام 3 بيادق، لكن يبدو أن البيادق أهم من القطع، ومن هنا هتبدأ المتعة. الأبيض كمل بي 3 بيمنع الفيل من الذهاب للسي 4 وبيفتح لفيله للتقدم بتشيك، والاسود غير خطته لبيشوب دي 5
وطالب بيدا الجي 2. والابيض في مشكلة شديدة، فكيف يحمي البيدا؟ الحقيقة الابيض وجد مناورة جميلة لحماية البيدا، بدأت ببيشوب E3 تشيك، كينج E6، بيشوب G4 تشيك، F5 والفيل تراجع، والبيدا اصبح محمي لكن مؤقتا، لان الروك G8 طالبة البيدا بقطعتين ولا يمكن حمايته اكثر من ذلك، ولذلك لعب نايت D2 بيعبأ الحصان، نفس الوقت بيحمي مربع الترقية. والاسود اخد البيدا سعيدا، واصبح الحصان امام 4 بيادق. وبعد الاخذ اخد بالرخ، طالب الروك G1 تشيك ويرقي البيدا، ولذلك روك F1 بيعرقل البيدا، وطالب الكينج E2 ويبدأ في طلب البيدا. لكن الاسود لعب نقلة قوية، روك G8 بيربط الحصان، وطالب الE4 والE3 ويسقط الحصان ويدعم البيدا، ولذلك كينج E2. ودلوقتي الحصان مستعد للذهاب للC4 والتخلص من الفيل الحامي للبيدا، ولابد للاسود من التصرف سريعا. والنقلة القادمة درجة الصعوبة 7. الاسود بدأ اول تضحياته واخد الحصان بتشيك، ويبدو ان التضحية بالرخ جيدة، لانه لا يستطيع ابدا الاستغناء عن الفيل الحامي للبيدا. والملك اخد، واصبح الرخ امام 4 بيادق. لكن من هنا بدأ استعمال كتيبة البيادق وذهب للE4، والبيادق هتتقدم للوصول للبيدق لتدعيمه. وهنا الابيض لعب نقلة جميلة، بيشوب F8، ربما طالب يذهب للH6 لمنع البيادق من التقدم، لكن النقلة دي اعمق من ذلك ولها غرض اخر هيظهر النقلة القادمة. ودلوقتي الاسود ممكن يخطأ ويلعب الE3 بتشيك، ودي هتكون قبلة الحياة للابيض، اللي هيكمل بكينج E2 ويعرقل البيدق، وبيدق الF لا يستطيع التقدم للامام، ولذلك لعب اولا الF4، طالب الF3، ثم بعد ذلك يقدم بيدق الE. وهنا ظهرت اهمية وجود الفيل، لانه لعب النقلة الجميلة B4. فكرة الابيض هو التراجع بالفيل للC5 والتخلص من الفيل الشرس، والاسود رد بالرد القوي روك G5، بيتراجع للصف الخامس، لان بعد البيشوب C5 طالب الفيل. الاسود بدون اي تأخير اخد الفيل وضحى برخه الاخرى، لان الفيل اكثر فائدة من الرخ في هذا الموقف. وبعد الاخذ اخد بالفيل، وبكده اصبح فيل امام رخين، لكن لديه العديد من البيادق اللي هتحسم الموقف. لكن دافع بشراسة بروك B1، طالب بيدق الB7، والاسود لا يهتم وكمل F3. ودلوقتي طالب الE4 بتشيك وتقديم البيادق، والابيض لعب يائسا روك B4، طالب البيدق ومستعد يضحي الفيل امام الرخ، لكن الاسود لا يهتم وكمل كينج C5 بيحمي البيدق، وطالب الكينج F4 ويفوز. والرخ ضحى بنفسه مرة اخرى بروك G4 وبيمنع التواصل بين الفيل والبيدق، ودلوقتي طالب البيدق حقيقة. وهنا الاسود اخد الرخ، وبعد الاخذ لعب ببساطة كينج F4، وهنا الابيض سلم، فلا جدوى من المقاومة. فحتى لو اخد البيدق هيكمل E3 تشيك، ولابد من تراجع الملك، وبعد اخذ الرخ هياخد البيدق، لكن هيبقى للاسود العديد من البيادق كلها تستطيع التقدم للامام.
وربما أول نقلة للأسود هي لعب الكينج E4 ويسقط بيدق آخر للأبيض، والأسود هيفوز بكل سهولة. وبكده أثبتت البيادق إنها أقوى من القطع، ودخل هذا الدور التاريخ. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بهذا الدور، ومنتظر آرائكم، فالدور يحوي فكرة جديدة للغاية. وإذا أعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل إعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك.